اما الجيش بتاع الرئيسي بقى بتاع الليمبي فكان قوامه التجريده المصريه، لان بريطانيا وقتها كانت محتله مصر وبتسخر الجنود المصريين للحرب، فكانت التجريده المصريه دي هي اساس المعركه. وبسبب هذه التجريده العظيمه من الجيش المصري العظيم كانت سبب سقوط فلسطين. يعني بريطانيا احتلت القدس بمساعدة الجيش المصري العظيم. جماعة الإخوان المسلمين واللجان في بعض الدول العربية دايما هتلاقيهم بيحاولوا يقزموا الجيش المصري، يقللوا منه ويهمشوه، وعلى الناحية التانية هيطلعوه في دور الشرير المجرم. وده لاجل إيه؟ لاجل إن هم يقللوا دوره الإقليمي، يدلسوا ويلوثوا تاريخه علشان محدش يقتدي بيه، وعلشان الشعب المصري يستعر إن هو يخش جيش زي ده، وعلشان العالم كله ينسى كل الأدوار اللي مصر لعبتها والتضحيات اللي ضحتها لاجل القضية الفلسطينية. طبعا نعرف القصة من أولها، وإزاي بقى الجيش المصري ساعد الجيش البريطاني ان هو يحتل فلسطين. تبدا الحكايه سنه 1882 لما كان احمد عرابي باشا واخد الجيش المصري الخالص، المصريين الفلاحين والصعايده، وطالع يحارب الجيش البريطاني اللي جاي يحتل مصر، طالع يحارب اكبر امبراطوريه في العالم بالامكانيات المحدوده اللي على قده، وينتصر الجيش المصري في اول معركه ليه ضد الجيش الانجليزي. وفجاه تيجي الخيانه والضربه اللي من الظهر من السلطان العثماني، واصدر فرمان وقال ان اي حد هيعصي اوامر الخديوي ويروح في جيش عرابي ده هيبقى خاين وخرج عن مله الاسلام ومش هيشم الجنه دي تاني. وزي ما انتم عارفين ان المصري متدين بطبعه، متدين جدا، فكله خاف ان هو يخش جهنم لانه بيعصى ولي الامر. فصفوف الجيش المصري اتفرقت والجيش اتهز لان هم خايفين على دينهم، وانهزمنا في المعارك اللي جت بعد كده، واكبرها هي معركه التل الكبير اللي كانت نهايه الجيش المصري ودخول الجيش البريطاني واحتلال مصر. ومن بعد ما دخلت الامبراطوريه البريطانيه مصر فككت الجيش المصري وخلته عامل زي الشرطه المصريه كده، يعني مهامه جوه البلد، يعني يحمي القناه، عمال، سواقين، شرطه بتنظم الدنيا. وما كانش للجيش المصري ده اي وجود اقليمي او قتالي بره خالص، هو كل وجوده كان محلي. والامبراطوريه البريطانيه عملت الموضوع ده علشان تعرف تسيطر على البلد، تعرف تسرقها وتنهب قتولاتها. فكان اللورد الليمبي، ومش قصدي محمد سعد، لا انا قصدي اللورد ادموند الليمبي، اللورد البريطاني المسؤول عن الحملات في الشرق الاوسط ضد الدوله العثمانيه. بعد ما بريطانيا قدرت ان هي تحتل مصر، جه الدور على مين؟ جه الدور على فلسطين والشام، والامبراطوريه البريطانيه عملت حمله باسم ايجيبشن اكسبيديشنري فورس. طب ما كلمه ايجيبشن ملعلطه اهي، هو انت هتدلس في المصادر وعلى حياه عينينا كمان ايجيبشن يعني مصريه؟ لا يا جماعه، والمصطلح اللي انتوا بتستدلوا بيه ده مش معناه ان هي مصريه اصلا، ده معناه ان هي خرجت من مصر، خرجت من المستعمره اللي اسمها مصر. قوات الجيش البريطاني اللي كانت موجوده في الشرق الاوسط دي ما كانوش انجليز بس، لا كانوا انجليز ونيوزيلنديين واستراليين وهنود. اي حمله لاي امبراطوريه بتخرج من مستعمره معينه، الحمله دي بتسمى باسم المستعمره، ولكن ده مش دليل على ان القوات اللي فيها قوات من الدوله دي. المصادر اللي كانت بتتكلم على حملات جنوب فلسطين واحتلال البريطانيين ليها دي ما كانش فيها اي قوات مصريه مقاتله خالص. القوات اللي كانت في الصفوف الاولى هي قوات هنديه، نيوزيلنديه، استراليه، والقوات الانجليزيه كانت بتبقى في الصفوف المتاخره. ولاجل الامانه العلميه والله زي ما بقول لكم كده، انا اقصى حاجه قدرت اوصل لها ان الوجود المصري في الجيش البريطاني كان لا يتعدى السواقين والعمال والناس اللي بتشيل. شكرا. مفيش اي ارشيف مصري، مفيش اي ارشيف بريطاني، مفيش اي مصدر مصري بريطاني، مفيش اي مصدر من اي نوع بيقول ان كان في قوات مصريه مقاتله في الحمله دي ابدا ابدا. انا بتحدى اي حد. ومن تاني بعيد واكرر، الامبراطوريه البريطانيه اقصى استخدام ليها من مصر هو كان مواقع لوجستيه، بنيه تحتيه، سواقين وعمال، وانتهى. مفيش مصريين قدروا ان هم يشاركوا وان هم يقاتلوا ضد الفلسطينيين. وبعيدا عن المصادر، بعيدا عن الكتب والتاريخ، بالمنطق والعقل، بالمنطق، هل الجيش المصري اللي رمى نفسه، رمى عياله، ورمى فلوسه وجيشه وسلاحه علشان يحارب في فلسطين ضد الكيان اللي بيعتدي على الفلسطينيين، هو الجيش اللي كان بيضرب في الفلسطينيين وبيضرب في الدولة العثمانية من 20 سنة مثلا؟ مستحيل. مستحيل. مفيش اي شعب او اي جيش متناقض في خلال 20 سنه كده. ما نبلعش اي كلام يا جماعه، واي حد بيحلف لنا اي حاجه كده ما ينفعش، ما يصحش. ربنا يحمي جيش مصر، الجيش الوطني المسالم الخالص اللي عمره ما اعتدى على جيرانه ولا عمره اذاهم. وكان معكم حورس قبطي مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.